مفيش نزول من هنا الا لو كان هيطلق الوليه اللي تحت دي. صح يا حنان. احنا ما عندناش اطفال تتجوز مسنات، اهو ده اللي ناقص. عشنا وشوفنا. لا خليك انت، انا هفتح. ده تلاقيها البت مريم ولا الواد حماده. يا نهار ابوك اسود ومابك، جايه هنا تعملي ايه يا وليه؟ استاذ امين. نعم يا اختي، ما كفكيش الواد جاي تاخدي ابوه. جرى يا وليه ما تهدي شويه على نفسك، هو انا كنت عملت حاجه حرام لا سمح الله؟ انا مش هرد عليكي عشان انتي في مقام حماتي. يا اخي جاتلك حمى تلهفك. اهدى، اتفضلوا يا رجاله. يا رب يا ساتر. السلام عليكم. هو في ايه؟ مين ده؟ ده الحاج رفاعي قريبي وابو اسلام كلكم عارفينه. وانت يا مقواء يا 44 جايبه لنا الرجاله لحد عندنا ليه ان شاء الله؟ جايبه الرجاله عشان تشهديهم علينا؟ مفيش داعي للغلط يا استاذه، ده احنا في بيتكم. استنى يا صدفة، اتفضلوا. هم مين اللي يتفضلوا؟ حنان، خلينا نسمعهم الأول وبعد كده نعرف هم جايين في إيه وعايزين إيه. انا مش عايزه غير حاجه واحده بس، عاوزه جوزي اللي كتب عليا وانتوا حبستوه. جوز مين يا اختي؟ جوز مين يا جوز بني مقاس 44؟ انت مش مكسوفه من نفسك؟ مش مكسوفه وانت بتقولي جوزي جوزي؟ يا وليه ده انت تخلفيه. ما بلاش انتي يا اختي، الا ما حد عارف لك انتي متطلقه ولا متجوزه ولا ماشيه على حل شعرك. يا نهار ابوك اسود ليه؟ سيبيها لنا، انت جرانا يا معفنه يا مسيته، انت قتلتي نفسك ولا وحشتك العلقه؟ يا ستات مش كده. عضيها يا حنان، عضيها. يرضيك كده برضه يا حاج؟ بس بقى، اوعى انت بتحوش عنها، بتحوش عنها. بس بقى، بتحوش عنها. حط نفسك مكانها يا حاج رفاعي. أمه اتخطف منها ابنها، هتعمل إيه؟ يا اخويا ما كناش ضربناه على ايديه ولا كتفناه ومضيناه على سيما غصب. لا يا حبيبتي، هو انت فاكره ايه؟ الغصب انك تكتفيه وتمضيه غصب عنه؟ لا يا حبيبتي، انك تطمعيه وتعملي له البحر طحينه وتحسسيه ان انت الدنيا باللي فيها، ما ده برضه اسمه غصب. امال اسمه ايه؟ لكن ماشي، غلطة ابننا وهنصلحها، مش غلطتها. انا دلوقتي هخليه يرمي عليك يمين الطلاق اهي، وانت صاصه.